ومن الممكن ان ياتي هدف اول مع احداث هذا اللقاء. كره عند اللاعب سيسي يلعب الى احمد زهران في محاوله مرور من الناحيه اليمنى، ارسال عرضيه من اللاعب احمد فوزي ومحاوله هدف اول ياتي مع الدقائق الاولى من احداث الشوط الاول. كما تابعنا وكما تحدثت منذ قليل اتنبأ عن هدف قادم اول في الطريق مع الدقائق الاولى من احداث الشوط الاول، وبالفعل هنا ينجح الهداف، ينجح القناص، ينجح اللاعب البوركيني عبد الله سيسي في افتتاحيه النتيجه بهدف مبكر مع الدقائق ومع سوء تغطيه دفاعيه من مدافعي فريق سموحه. كما نتابع احمد فوزي لاعب الجناح الايمن وقائد الفريق يلعب الى اللاعب محمود عبد الحكيم الحاوي الفيلسوف يلعب، ولكن هنا من يضع النقاط فوق الحروف هو اللاعب عبد الله سيسي بعدما تلقى كرة قادمة من قدم الفيلسوف البورسعيدي واللاعب الحاوي اللاعب المايسترو. خطأ لمصلحة فريق سموحة في محاولة خطيرة، يأتي التعادل داخل الشباك، يتعادل اللاعب مارك موبوا يتعادل داخل الشباك، يسجل هدف التعادل لدى فريق سموحة. يعني في محاولة خطيرة بالفعل، كرة جاءت من منتصف ملعب المصري من خلال الكرات الثابتة، ينجح فريق سموحة في العودة إلى المباراة مع مطلع الدقيقة 33. كما نتابع ونلاحظ هنا في الإعادة من خلال كرة ثابتة ملعوبة من اللاعب أحمد حمودي داخل حدود منطقة الجزاء، وبرأسية تأتي من اللاعب مارك، يعطي هنا ماركة مسجلة في شباك الحارس أحمد الشناوي. الكرة تسكن على